ايه ده عنده 18 سنة ومعاه $1,000,000 وبيعمل $50,000 في الشهر. ايه ده عنده 16 سنة وجسمه احسن مني وعامل فورمة انا قعدت سنين ومش عارف اعملها وهو عملها في 6 شهور. ايه ده طويل جدا وجسمه جميل وشكله وسيم. ايه ده حياته الاجتماعية جميلة. ايه ده عنده روتين جميل. الفيديو ده مختلف تمام. انا كنت عامل سكريبت فيديو تاني هنصوره. آه اللي ما يعرفنيش انا اسمي خالد ناصر، بعمل فيديوهات تخص مرضى السكر ونوعا ما عامل كده مجال للشباب ان انا اتكلم برضو عن حاجات تخصهم لان انا شاب وبرضو عندي سكر فبتكلم عن السكر الاساس وشاب. بس انا كنت عامل فيديو مختلف عن الفيديو اللي انا بصوره ده تمام. فحبيت فجأة كده وانا بصور جات لي فكرة حاجة في دماغي فكنت لازم اعملها. والفيديو ده على عكس كل الفيديوهات وفعلا مش زي ما الناس بتقول الفيديو ده ليا مش ليك والكلام ده. لا الفيديو ده حقيقي ليا انا مش ليك انت تمام. انا بتكلم مع نفسي. ممكن الكلام يلمس معاك في ساعتها تاخده لو حابب تاخده تمام. ركز. في الفيديو بتاع النهارده انا اقول لك الاحتياجات اللي لو مش عندك انت ساعتها دي فعلا احتياجاتك. يعني من الاخر هي دي الحاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها. وممكن برضو حاجات منهم تقدر تعيش من غيرها عادي بس انا بفهمك الحاجات الاساسيات اللي لو عندك انت بجد بجد مش محتاج. ركز. مش محتاج حاجة تانية. ركز. تمام ركز في الجملة دي. انت مش محتاج حاجة تانية لو الحاجات دي عندك تمام. خلينا نبدأ بأول حاجة. سرير او بيت تكون فيه يعني حته بتنام فيها. مش لازم سرير، مش لازم يكون عندك اوضه لوحدك، مش لازم كل حاجه من الحاجات دي. انا بديك فكره ان يكون عندك مكان انت عايش فيه بيت بقى عشان يعني ما تكونش نايم في الشارع تمام. ولو في حد منكم كده واتوقع انت لو معاك موبايل يعني بشكل كبير انت مش كده تمام. بس لو انت عندك بيت فده شيء يعني احمد ربك عليه دلوقتي الحمد لله وانا كمان اقول الحمد لله تمام. تاني حاجه هو أكل موجود في التلاجة. أو لو مش عندك تلاجة يا عم في البيت أكل يعني بتاكل كل يوم. حتى لو وجبة واحدة يعني أكل وشرب موجودين عندك. عندك المية، عندك الأكل اللي أنت بتاكله. أنت كده يعني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أنت في حتة محترمة تمام. فخليكم معايا. سرير وأكل وشرب تمام. ده أول حاجتين. تالت حاجة. تالت حاجة وركز بس نرجع للنقطة اللي فاتت. مش لازم الأكل يكون كافيار ولازم يكون مش عارف سلمون والحاجات دي كلها. بقول لك أكل مجرد أكل إنه يكون عندك في البيت تمام. تالت حاجة لبس. لبس أنت بتلبسه مش لازم يكون برزاتشي ومش لازم تلبس اسمه كوتشي من جوتشي والكلام ده. مجرد لبس أنت لابسه علشان يستر عوراتك كإنسان بس. لبس بنطلون وتيشيرت بس كده فاهمني. مجرد لبس. رابع حاجة صحة تمام. طبعا انت هتقول لي طب ممكن انت يكون عندك سكر زيي وبتشوف الفيديو ده وتقول لي بس انا صحتي مش كويسة انا عندي السكر. هقول لك بكل بساطة عندك علاج يخلي صحتك شبه كويسة. زي انا عندي سكر. اللي حصل كالاتي ان انا خدت انسولين ربنا رزقني بيه فالانسولين تم اختراعه فانا اخدته. فعايش دلوقتي حياة بنسبة 90% 95% زي الانسان الطبيعي تمام. فحتى الحمد لله الصحة مع وجود السكر عندي بقت كويسة تمام. بل بقت كويسة عن الأيام اللي ما كانش عندي فيها سكر. ركز في دي تمام. بس ما علينا من النقطة دي. صحتك كويسة. ولو صحتك مش كويسة عندك العلاج اللي يساعدك يكون صحتك كويسة حتى لو مش صحتك كويسة وانت على العلاج بنسبة 100% تمام. دول الأربع احتياجات. دول الأربع احتياجات بس. بس بكلمك جد بكلمك جد. دول الأربع احتياجات اللي لو مش موجودين عندك ساعتها انت تبدأ تتوتر. ساعتها تبدأ تقارن نفسك بالناس ساعتها وركز على دي كمان الاربع احتياجات. لو الاربعه مش عندك ساعتها انت تكون حزين انما لو عندك واحده والثلاثه التانيين مش موجودين انت برضه تكون سعيد. يعني لو عندك اكل وشرب ونايم في الشارع وما عندكش هدوم وصحتك تعبانه بس مجرد انك تاكل وتشرب احمد ربنا على النعمه دي. ولو انت مثلا عندك سرير بس الحاجات التانيه مش عندك احمد ربنا على الحاجات دي. لو انت عندك مثلا العلاج بتاعك والحاجات التانيه مش عندك احمد ربنا على الحاجات دي. لو انت الحاجات دي عندك بس بجوده قليله احمد ربنا على الحاجات دي. المشكله معايا ان الاربع حاجات الاساسيه دول نقدر نقول 70% او 80%
من الناس بتتولد وعندها ال4 احتياجات دي، غير بقى الناس اللي بيكونوا مبتليين من يوم ولادتهم وما يكونش عندهم الحاجات دي. فساعتها أبدأ أقول لك فعلًا لو أنت اتولدت ومش عندك الحاجات دي، احمد ربك، ربنا حطك في مشكلة وابتلاء علشان يوصلك لمراحل الناس اللي مولودة عندها الحاجات دي مش هتوصل لها ولا هتشوفها في حياتها. انت توصل لمراحل عالية قوي في الحياة. تمام. كل مشكلة بتحصل لك هي بتعلّيك. بس اللي إحنا بنتكلّم عنّه بشكل عام ال4 حاجات دول الناس بتتولد عندهم. أنا عن نفسي دلوقتي باسأل نفسي سؤال، طَب طالما أنا عندي ال4 حاجات دول والحمد لله أنا شخصيًا مولود وال4 حاجات دول عندي، حتى لو في حاجات منّهم مش بنسبة 100% بس موجودين، ليه أتوتّر؟ ليه أقارن نفسي بحد؟ ليه أعيش حياة تعيسة؟ ليه دايمًا باضيّع طاقتي في تفكير سلبي، رغم إن أنا يعني أيًا كان، يعني أنا حتى لو عندي هدف كبير في الحياة، أنا لو ما وصلتلوش مش هاموت، لإن أنا أساسًا عايش الحياة اللي تخلّيني أعيش، يعني أنا عايش حياة كويسة. مش لازم أشتغل ساعة واحدة في اليوم زي ما بنشوف الناس على الإنستجرام، مش لازم أشوف كل الكلام ده كله، مش لازم الحاجات دي كلها. مجرد إنك بتشتغل حتى لو 14 ساعة في اليوم وبتاخد بس الفلوس اللي تخلّيك تقدر تكفّي احتياجاتك الأساسية، زي ال4 حاجات اللي قُلتهم لك، صدّقني أنت عايش حياة كويسة. مش لازم تخرج مع أصحابك، وأقول لك على حاجة كمان، مش لازم ومش احتياج إنك تتجوّز، الإنسان ممكن يعيش من غير جواز، مش بادعوا إن الإنسان ما يتجوّزش كده ولكن لازم تتجوّز عشان عددنا يزيد وعلشان نعمل الحاجة اللي ربنا خلقها علشاننا. تمام. بس الفكرة إنك تقدر تعيش من غير الحاجات دي. فالفيديو ده مش علشان بداية كسل، يعني مش عشان تكون كسلان، بس عشان أفهمك حاجة كويسة جدا وهي ملخصة للفيديو ده. وأنا قعدت كتير أوي عشان أفهم الحاجة دي. افهم الفرق ما بين محتاج وعايز، ما بين الاحتياج والرغبات. احتياج الحاجات اللي انا قلتها لك الاربعه في الفيديو بتاع النهارده. الرغبات انك عايز تبقى غني، انك عايز يبقى جسمك كويس، انك عايز تكون مشهور، انك عايز تكون بتساعد الناس، انك عايز تتجوز. كل دي رغبات عندك، لكن الاربع حاجات دول هم الاحتياجات بتوعك. تمام. اللي عنده فكره اكتر عن احتياجات اكتر الانسان محتاجها يقول لي، يمكن انا ما عنديش فكره كويس. وده كان الفيديو بتاع النهارده. فيديو ما طولش وانا عامل الفيديو بدون سكريبت، والله الفكره جات لي وانا بعمل الفيديو ده، يعني الفكره جات لي بالحب كده وانا بعمل القهوه. فلو انت عاجبك نوعيه الفيديوهات دي اكتب لي تحت. ولو انت عندك سكر، الفيديو ده برضه رساله ليك، انك ما تتوترش ان المرض ده عندك. احمد ربنا ان عندك الانسولين. ولو انت شخص عادي احمد ربنا ان انت مش عندك سكر وان انت مش عندك اي امراض خبيثه. وصدقني الكلام ده والله فعلا ليا. ركز في الجمله دي، الكلام ده فعلا ليا. اغلب المشاكل اللي بتحصل للانسان في حياته بسبب ان هو كافر بنعمه ربنا ومش بيشكر. يعني ربنا مديله حاجات كتير، كل يوم ربنا بيديله حاجات كتير، بيديله الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، بيديله الحياه اللي عنده، مديله اهل، مديله. ومع ذلك الانسان ما بيقولش الحمد لله. فانا عايز اقول حاجه، الحمد لله. لو انت حابب تستفسر عن التدريب الاونلاين والاستشارات الاونلاين، اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن. والحمد لله. وانا بس كده خلصت.